Keren Sayop. إلا كرنكم كرن سيوب تام كرنكم كرن سيوب دي بتلفزيون أسنات نايل سات فريكونسي 10510 ورلايزيشن فيرتيكال سيمبول ريت 17500 السكرتريا جمعته سنبتنيش لتتقدم تقبي كل الدين اللي هو رترين هي بشبكة انترنت اللي تابعوا لقدره حر راديو تون. السلام عليكم حيث تنسياتنا يوم إسرا يناير سنة كلا ألف وإسرا وحتى جمعتو كان يوم كرن سيوب جنن بتخبارك لكم وكيل منظمة مجلس قران معسكرات أدحريش وما عيني لهلو رترين لاجين كم باتحة مرام وقول اوك مفوضية لاجين منظمة مجلس قران يونايت HCR توبيا ومدير وكيل لاجئين وعائدين توبيا سيد تسفهون قبزاي عند التلام معسكر كم باتحة أهدافنا إلى جولته مطالب وضحان أرترين لاجين إقل آمرات وأكدوتكم تو من وكالة أخبار توبيا لتركبت حبر أفهماتهم يونايت HCR موقع نشرة تغرير مثل التقراي لقرح حرب إبا للثابات حالة لاجين إقل لدلوكم سمها لهم واتمعسكر أدحريش لهلو أرترين لاجين إبا قبت لهم زيارة سيدكم ودو التقرير منظمة مجلس قران شرح اللام اللي كنات انتو وقت لزيارة مرحوتكم علاتو تأمرا عسروتات ألاف رترين لاجئين نبروتو لعلو معساكر التقراي من أهدافنا إلى حرب كم علاتو للتهدقم رترين لاجئين التقراي منظمة مجلس قران شاف قطراتي تقل تقبأ لهم لتطلب من معلام أتوبيا أقل طلب إن تمشيش منه تان حتى حكومة أتوبيا ذي التمعسكر رادئيت أقل تتوزعكم تو من ما حبرت أرترين لاجين لكن السكر لا بسبت لا حرب بقو شابتهم كمليت تتهدق هلام سمت تنسياتنا قل يوم دولوا على أخبار دي بالله تامم هلام مثل كرن سيوب تلليكم حيث تنسياتنا يوم كلوت موضوع طبطنا ما تامكم هلينا
ميثاق العمل والمبادئ المشتركة رابطة أبناء منخفضات إريتريا لكسس مريم صالح عضو رابطة أبناء منخفضات إريتريا قد تقدم وقلنا توك باليوم أولا كفال. كلام موضوعنا مثل ناشط سياسي ورئيس تنظيم الجبهة الوطنية الإريترية للتغيير أستاذ آدم حاج موسى لقبت مقابلة كلاي كفال. متابعتكم ومشاركتكم دي بنسي بقى ولا موضوعنا اقلنا انبت كيرن سأيوب. مرحبا بكم حيثما تنسياتنا اندأت لنا ميثاق العمل ومبادئ المشترك رابطة أبناء منخفضات إريتريا. لا كاسس موضوع اقل نقدم قلكم توم مريم صالح عضو رابطة أبناء منخفضات إريتريا اقل تقدم وقلنا توك اليوم أولا كفال. بسم الله الرحمن الرحيم. ميثاق العمل والمبادئ المشتركة لرابطة أبناء المنخفضات الإريترية. تم إعداد هذا الملخص بهدف إعطاء فكرة موجزة ومفيدة عن أهم ما تضمنته ورقة ميثاق العمل والمبادئ المشتركة لرابطة أبناء المنخفضات الإريترية، رغبة منا في تسهيل أمر الاطلاع عليها وفهم مضمون ما تدعو إليه، إلا أن هذا التلخيص ليس بديلا عنها، لأن كل ما ورد في هذا الملخص موجود بتفاصيل أكثر عمقا ووضوحا في النسخة الكاملة. كما تجدر الإشارة هنا بأن ترتيب الفقرات والعناوين لا يتطابق بالضرورة مع ترتيب العناوين والفقرات حسب وروده في الأصل. سياق الميثاق: إن السياق الذي خرجت فيه هذه المبادرة للعلن ينطلق من واقع أن إريتريا بلد متعدد الثقافات والديانات والأعراق، ولهذا فإن من الطبيعي يكون لكل مكون الحق في أن يسعى إلى تحقيق ذاته ويعبر عن أهدافه وتطلعاته ويدافع عن مصالحه في إطار التعدد الذي يحتويه كيان الوطن، وبما لا يضر ولا يتعارض مع المصالح الوطنية المشتركة لمكوناته الأخرى. وضمن هذا السياق تتقدم الرابطة بمبادرة لم شمل أطياف مجتمع المنخفضات من أجل تمكينه لتحقيق أهدافه والدفاع عن حقوقه ومصالحه الخاصة، ولعب دوره التاريخي المعهود في المساهمة مع بقية المكونات الإريترية في عملية التغيير الديمقراطي المنشود، والهدف لإقامة دولة حكم القانون والعدالة والمساواة والحرية والديمقراطية. مجتمع المنخفضات يعني هذا الميثاق بشكل أساسي بمصالح وحقوق مكونات مجتمع المنخفضات الإريترية، والذي رغم تعدد واختلاف أصوله نجده يتميز بعلاقات عميقة
مبنية على وسائج الدم والمصاهرة وأواصر اجتماعية وثقافية وصيغة وأنماط اقتصادية ومعيشية متقاربة ووحدة تاريخ ومصير وتطلعات مشتركة تكونت عبر العصور، كما تضمهم أرض متصلة وممتدة من سواحل البحر الأحمر بمنطقة سمحر شرقا وحتى الحدود السودانية غربا، كما له امتدادات عبر الحدود الدولية المشتركة تربطه معها نفس أواصر الدم والمصاهرة والعلاقات الثقافية التي تربط بين مكوناته، وهي علاقات راسخة في التاريخ رغم واقع تواجدهم في دولتين متجاورتين تتمتعان بالاستغلالية التامة والسيادة الوطنية الكاملة المعترف بها دوليا. معاناة مجتمع المنخفضات. يتعرض هذا المجتمع منذ فترة ليست بالقصيرة لهجمة ممنهجة تهدف بشكل أساسي إلى تهميش دوره والاعتداء على حقوقه كشريك في الوطن من قبل النظام الطائفي الديكتاتوري. تعرض هذا المجتمع منذ فترة ليست بالقصيرة لهجمة ممنهجة تهدف بشكل أساسي إلى تهميش دوره والاعتداء على حقوقه كشريك في الوطن من قبل النظام الطائفي الديكتاتوري القائم ومن بعض عناصر وقوى المعارضة بأشكال وأساليب وذرائع متعددة الشابه في الجوهر مع نفس الأهداف والمطامع والسياسات الجائرة للنظام الطائفي الديكتاتوري الحاكم، والتي تهدف لترسيخ وتغنين إنكار حقه في الشراكة المتساوية في الوطن، وذلك عبر ممارسة الإقصاء والهيمنة والتهميش الهادفة لاستبعاده من دائرة العمل السياسي الفعال ضمن قوى المعارضة، ولفرض حالة الوهن السائدة كأمر واقع لا بد من التسليم به وإعاقته من لعب دوره الوطني الفعال، وهو الذي كان له شرف السبق والمبادرة في التصدي لكافة أشكال الظلم والاضطهاد ورفض الاستعمار والنضال في سبيل الحرية والكرامة عبر مراحل مسيرته الطويلة المتمثلة في خوض النضال السياسي السلمي وإطلاق شرارة الكفاح المسلح، بالإضافة إلى تشكيله عقب الاستغلال لنواة المعارضة الحالية ضد النظام الديكتاتوري. النظام الديكتاتوري القائم بعد أن تمادى النظام في سياسات الهيمنة والإقصاء وحرمان الحقوق والحريات الأساسية والاستحقاقات الوطنية المترتبة على ذلك، ورفض حق شركاء الوطن في إدارته وبنائه سويا. ولا شك بأن هذا القياب أو التغيب المتعمد قد أثر وسوف يؤثر سلبا على الشأن المجتمعي الخاص والوطني العام، نتيجة لعدم تمكين هذا المكون الاجتماعي ذو الثقل السكاني والجغرافي الأكبر للعب دوره الطبيعي المعهود في الدفاع عن حقوقه ومكتسباته وتاريخه النضالي المشرف، مما قد مهد ويمهد لهيمنة قوى عنصرية متعصبة من قومية التجرينيا ومن يدور في فلكها على كافة مقاليد الأمور وبسط هيمنتها والسيطرة الكاملة على زمام الأمور والانفراد بالسلطة والثروة وبكل مقدرات الوطن. الهدف من الدعوة. إن الهدف دعوة لم الشمل وتوحيد صفوف أبناء المنخفضات هي من أجل تعزيز قوة ودور هذا المجتمع، وذلك ليقوم بشكل فعال بالدفاع عن المشروع عن وجوده وحقوقه ومصالحه الحيوية والعمل لاسترداد الكرامة والحرية لهذا المجتمع خاصة، وللمساهمة بفعالية مع المكونات الأخرى التي تناضل ضد الهيمنة والتسلط عامة، وهي ليست دعوة للعنصرية والانعزال السلبي، إذ لا يستقيم هذا السلوك مع الطبيعة المضيافة والمتسامحة والمنفتحة على الآخر التي يتميز بها هذا المجتمع، كما إنها لا تستهدف مصالح أي مكون من المكونات الإريترية الأخرى
سوى العدو الرئيسي المتمثل في النظام الطائفي الدكتاتوري الحالي، ومن يدور في فلكه ويتبع سياسات تتشابه مع منطلقاته النظرية وممارساته العملية في الهيمنة والإقصاء والتسلط. نحن بصدد هذه المبادرة وفي سياق توضيحنا للدور النضالي المشرف لمجتمع المنخفضات، لا يمكننا أن نتجاهل مساهمات الرواد الوطنيين والأدوار النضالية المشهودة لبقية مكونات شعبنا الإريتري، وخاصة أبناء الجبرتة والأساورتة والساهو والعفر، بما في ذلك أيضا الرواد الوطنيين من مسيحية تجرينيا لوقوفهم منذ البداية مع خيار استغلال إريتريا وانخراطهم مبكرا في صفوف العمل النضالي السياسي والكفاح المسلح الذي تكلل بالاستغلال الوطني. الرؤية: بناء دولة سيادة القانون والعدالة والمساواة والديمقراطية التي تضمن وتحقق لكافة المكونات الوطنية العيش في سلام ووئام وازدهار في ربوع وطن حر ومستقر يستشرف آفاق مستقبل واعد ومبشر برخاء وتقدم مستمر. الرسالة: بناء مجتمع قوي ومتلاحم يستطيع تحقيق رؤيته المستقبلية وتجاوز التحديات والدفاع الفعال عن حقوقه ومصالحه المشروعة، وأن يكون أيضا قادرا على لعب دوره الإيجابي المعهود في المساهمة الفعالة في النضال من أجل التغيير الديمقراطي المنشود مع كافة المكونات في سبيل التخلص من النظام الديكتاتوري القائم واستبداله بنظام حكم ديمقراطي يقوم على أساس اللامركزية الدستورية والاعتراف بالحقوق والحريات العامة للجميع، ويضمن المصالح والحقوق الخاصة لهذا المجتمع بما يتناسب ثقله البشري وموارده الطبيعية ودوره النضالي الرائد، وذلك من خلال عمل دروب ومثابر عبر منظمة مجتمع مدني كرافد فعال من روافد النضال الوطني العام. الحقوق والمبادئ الأساسية التي أكد عليها الميثاق: حق ملكية الأراضي. حق ملكية الأراضي بشكل أساسي يخضع تاريخيا للأعراف والشرائع الثابتة المتعارف عليها بين المجتمعات والمعمول بها سابقا في إدارة وملكية الأراضي في المنخفضات، والتي تعطي الحق الكامل في التملك للمكونات الاجتماعية صاحبة الحيازة التاريخية للأرض، وهذا حق لا يقبل التصرف، كما يجب إزالة كل الانتهاكات والآثار التي تترتب على مصادرة وإعادة توزيع أراضي المنخفضات، سواء ما تم منها بتسهيلات من السلطات المختلفة خلال العهود الاستعمارية أو ما تم في عهد حكومة الجبهة الشعبية، باعتبار أن ذلك نوع من الاستيطان غير الشرعي والمنظم والمدعوم والمحمي من قبل السلطات المستبدة والجائرة دون موافقة أصحاب الأرض الأصليين. وينسحب الرفض أيضا على المقولات الخاطئة التي يروج لها البعض بأن أرض المنخفضات مشاعة، حيث لا توجد أرض بدون مالك، كما يدعي ظلما وجورا لتقنين وتبرير الاستيلاء غير المشروع على أراضي المنخفضات الخاصة. والدين والعبادة: يجب احترام كل الأديان والمعتقدات التي تعتنقها المكونات الاجتماعية المختلفة في المنخفضات، وأن تكون الحريات والحقوق الدينية لتأدية العبادة وكافة أنواع النشاطات والطقوس الدينية والمؤسسات المرتبطة بها كالأوقاف والجمعيات الخيرية مكفولة للجميع بحكم القانون، وأن يشمل ذلك حق تكوين المؤسسات الدينية حسب رغبات أتباعها وتوافقها وتراتيبها المعتاد، وحقها في اختيار قياداتها دون أن تفرض الدولة عليها إنساقا معينا. كما إن على الدولة أن تكون على مسافة واحدة من جميع الأديان، وبما أن الدين السائد في المنخفضات والإسلام يجب أن يراعى في التشريعات المتخذة عدم تناقضها مع روح وأحكام الدين الإسلامي، وهذا الحق مكفول لكل الأديان والمعتقدات الأخرى وتعاليمها السمحة.
اللغات. اعتبار جميع اللغات واللهجات الوطنية متساوية أمام القانون مع اعتماد اللغة العربية اللغة وطنية رسمية لمجتمع المنخفضات وعلى مستوى الوطن أيضا. الوحدة الوطنية، أن تكون الوحدة الوطنية طوعية وفق الإرادة الحرة ورغبة جميع المكونات الوطنية في أن تتعايش بسلام بما يحقق لها العدل والحرية والاحترام المتبادل والمساواة في الحقوق والواجبات، ويضمن ويحقق المصالح المشروعة للجميع على أساس الاعتراف المتبادل والقبول بالتعدد الإثني والثقافي لكافة مكونات الوطن. حق السلطة والثروة، أن يضمن لكافة المكونات الوطنية بما فيها مجتمع المنخفضات ممارسة حقها في المشاركة العادلة في السلطة والثروة، وذلك باعتماد نظام حكم لا مركزي دستوري يضمن في الإطار المحلي حكم المكونات لنفسها حسب الكيفية التي يتفق عليها وبما يحقق خصوصيتها ومصالحها، ويضمن تمتعها بنسب عادلة بمواردها الطبيعية ونصيبها المستحق من الثروة المستخرجة من أراضيها، وفي التنمية المستدامة والمشاركة العادلة في السلطة والثروة مركزيا على مستوى الوطن بما يمثل حجمها وثغلها السكاني الاقتصادي. حسب تنسيقنا ميثاق العمل ومبادئ المشترك رابطة أبناء منخفضات إريتريا لا كسس موضوع أولا كفال دي بلا تمام الله كالا كفال تتمت إسامن إقل لتقدم قلكم توم وقت العزمية ونرفيو ذكرى انتي تسراي لبي والدنيا لذتا ديري شام تقتليني لبي في منفتا الكبيل على لبي درب شامكي هركتا انتي تسراي لبي والدنيا لذتا ديري شام تقتليني لبي في منفتا بقوت هلا من دلاي مرح هلا ووالي والوقيل الدالي فوريا ودوز دالي لعمر عقبيوم سلالبال الدالي إلى نو كسب قبل من أرض الدواري اللي بعدك من دلاي شوقت مرق وتواي عند الصومك الأباي من ناس شفرو من باي أبياتو يتوالى باي أسكدن والرباك العم الرمودايا تبع ولا عيبا نتم
هركتها انتي تسراي لبي والدنيا لذتها ديريك شام تقتليني اللي بيبكي من فتاه الكبيل على لبي درب شامكي هركتها انتي تسراي لبي والدنيا لذتها ديريك شام تقتليني اللي بيبكي من فتاه نقوس هلا من دلاي مرح هلا ووالي والوقي للدالي فوريا وتوزن دالي لعمر هذا بيوم سلال الدالي إلى نو كسب قبل من أرض طولي بواري اللي بعدك من دلاي شوكك مرك وتواي عند الزومك الأباي من ناس شفرو من باي أبياتو يتوالى باي أسكدن والربا كل عم الرمودايا دبا ولا عيبا التنسيني كبودا بجلاكي ديدما خليت مروتي أتكسرني لا زمان بكيرا شامبيت اللي بيحيلا زمان بكيرا شامبيت اللي بيحيلا بكيرا شامبيت اللي بيحيلا التنسيني كبودا بجلاكي تدمان خليت مروجي أتكسرني لا زمان بكيرا شامبيت اللي بيحيلا التنسيني كبودا بجلاكي تدمان خليت مروجي أتكسرني لا زمان بكيرا شامبيت اللي بيحيلا بكيرا شامبيت اللي بيحيلا كيرن سأيوب مرحبا بكم حيثما متنسيتنا متنسية راديو سأيوب أزيما أقبلانكم هلينا نجيب لكالاي كفال مقابلة مثل أستاذ آدم حاج موسى ناشئ سياسي ورئيس تنظيم الجبهة الوطنية الإريترية للتغيير. مرحبا بك أستاذ آدم. مرحبا. طبعا أستاذ آدم ديبا ولا كفال لتهاجيناه ديبا نتلال عنا أنا طبعا من قناعتك إلا حرب الله قل ما انتقدك هذا اللي بالسؤال على وقناعتك تلداق معك مباشرة ديبا مشروعنا على أجازيان جبهة تجراي أو كمان عامة ويانة يقولون سكل يعني برؤهم على كمان إلا اللي في نفس الوقت ممكن غالبية شعب يقولون متهم دي باللي نايلة أجازيان فديبو تتهاجع على الكاف فديبو من التلارس كذا قصت. أنا أشوف الموضوع اللي طبعا تكملة لنا تاع حلقات لحلفت أن إحنا كفوء سياس سنة 97 حرب دي بالسودان ودا الأهداف ناي قوة خارجية قل نفذ يعني وبالتالي أنه تجراي كمال تهاجينا تمرحلت لها السودان قل زبطوا يحزوني وبالتالي مل الزيناوي
كل اللي مؤامرات الذي برسيل حصل على السودان حكومتنا السودان أبلغيه يعني فهمت الكلام ولا معركة لجبعلت السودانيين الأمورة بميل 40 وأنه قوات إريتريا عفوا وقوات من اتجاه وقندا أتيت مثل الحركة الشعبية لتحرير السودان بجنوب السودان هجوم عبكم سلودو والهجوم الذي جنوب السودان على برضو باتجاه شرق السودان باتجاه قبات اتجاه بركة واتجاه ساحل يعني نفس الوقت تقرأ برنامج على قلوم باتجاه لمناطقنا بني شنقول في النيل الأزرق اللي يدوب على قلوم لكن ملا الزيناوي أبا باعتبار ملا الزيناوي رجل وفي السودان درج اللي دقلي حزاني والسودان بكل معلومات ملس لها بيومتا واللي هم الحكومة الأثيوبية استطاعوا رحوم من رحوم قل دافعوا قدروا يعني ولا حملت دي السودان قامت العلت فشلت وبالتالي السياس أفورقي اقترح على أسياده أنه لابد من إزاحة نظام التجراي وعشان كده جات الحرب بتاعت 1998 مشكلة بادمة مشكلتنا يا قميص عثمان قضية بادمة دي نقول لك التنظيم من زمان مشكلات على الديوان سنة 84 وسنة 84 طبعا تكون أي واحد لأمره يعني أنا مش عاوز أطول في الحديث وحلوها بشكل وآخر ولا تنظيمين استطاعوا مع بعض الدرجة اللي زبطوا وبلدهم الحرة الرئيسية وأثيوبيا يعني وشيء معروف وبهذه المناسبة نحيي روح الشهيد سعيد علي الحجاي باعتبار أنه سعيد علي الحجاي واحد كان من أبطال معركة تحرير أديس أبابا بين التنسيق العسكري اللي كان موجود بين أريتريا وأثيوبيا يعني اللي هو بين الجبهة الشعبية تحرير تجراي والجبهة الشعبية تحرير فبالتالي سياس حاربنا بادمة تجراي الأدب ودايا بادمة اللي بلس ودايا فهمت الكلام؟ جميل. نعم وأنا أحد المشاركين في معركة جميل كويس؟ قصة ما الأستاذ آدم يعني ولذلك أنا عايز معلش من الحكر ولذلك تجراي الجبهة الشعبية لتحرير تجراي أنا أتكلم فيها تحديدا ما أتكلم أنا في شعب تجراي اللهم باعتبار تنظيمتهم مشروعنا أجازيان ما مشروعهم وهتوم ناسهم عند فقروا سمينارات ودعلوا يقل شبابهم عشان ما يمشوا يتخدعوا بهذا المشروع فهمتني؟ نعم. سمينارات معروفة في جامعة مقلة وفي مناطق أخرى كوادر نايجة في الشعبية تحرير تجراي نايوياني يقل شبابهم اجتماعات الزودوا اللي مشروع اللي مشروع إيناينا مشروع فيها ناينا يكون وبالتالي أسرائيل تجيسوا ومن توم الذي بتجراي روجوا قالوا أنا قرأ في مكة. السياسة فورقي جيسان بعد حرب بتاعت بادمة خلق تنظيم للتجراي ضد التجراي نفسه اسمه دمحيت. أيوة. هذا التنظيم هو اللي ساكن الآن يعني عوائل هذا التنظيم عمل بها تغيير ديموغرافي في منطقة قاش وبركة على فكرة عشان تعرف. توم عوائلهم اللي أردنا إريتريين اندقل عي منهم على أساس ديني وعرقي وقيسوا إلا جماعتنا دمحيت وبسلمي فهمت الكلام؟ ولذلك جماعة دمحيت بعد ما وقعوا الاتفاق بتاع السلام قيسوا استفادوا من هامش الحرية اللي كان موجود في تجراي. شعب تجراي ده 6 مليون فهمتني؟ احنا لا ندافع عن 6 مليون ولا نتكلم ولا نعرف كينونة 6 مليون ممكن 1 و2 من إلهم قد يكون مخدوعين بمشروع بتاعت الأجازيات فهمتني؟ باعتبار بشرتهم ولقولهم مثلا البحر ده بحركم ومش عارف ليك والأوهام بتاعت الموجودة دي يعني فأصله المشروع بتاعت أجازيان هو أصله مشروع وهمي لكن السياسة فورقي عملوا عشان يخترق به
جبهة تجراي، وده تنبهوا له ناس التجراي وما كان موجود. بالنسبة لناسنا اللي قاعدين يتهموا الولد ده اللي هو تصفاتين، واسمه إيوب على فكرة، هو ما اسمه تصفاتين. ايوه فهمت الكلام؟ وهو أنا زي ما قلت تابع لمكتب السياسة ومكلفه سياسة في ورقي عشان يعمل شغل زي ده كويس، وهو تابع يعني شغل بتاعت اللي هو يسموه بادو سلسته يعني. ايوه فالراجل ده زرعه في عقول ناس بسطاء، ناس غير منظمين، لأنه عشان أنت تشتغل في العمل السياسي أو العمل العام لازم تكون أنت كادر مؤهل كويس. نعم. وبالتالي يكون عندك معلومات كويس، لأنه عمل سياسي بدون معلومات ما تقدر تشتغله، سواء تبقى سياسي أو تكون ناشط سياسي أو تكون شخصية عامة، لأنه المعلومات مهمة جدا. اثنين برضو في عليك أن تفرق في الشبهات. يعني مثلا حسي قبل يومين منزلين شريط بتاعت فيديو وعاملين إعلان تحالف بين تجري وتجراي. فهمت الكلام؟ تريد وسائل التواصل الاجتماعي، التواصل الاجتماعي نزلوه وكأنه تجري وتجراي قاعدين يعملوا الحلف مع بعض، وبعد شويتين يسموه تحالف إريتريا وتجراي. فهمتني؟ ده اسمه باللغة العربية زر الرماد في العيون، ضربني وبكى سبقني واشتكى، رمتني بدائها وانسلت. فهمت الكلام؟ الحمام لنا يجي عندك فيو لو هتندبع والله إلا ممكن نوده له اللي فهمتني؟ عليه أنا مقلي بلا قدر. الآن الحرب اللي قاعد يشنها السياسة في ورقي، الحرب السياسة في ورقي وجماعته دي تجراي وهذه يوم والجماعة دي في شعب تجراي لو دو كويس. من قتل لشعب بريء وأعزل ومن سرقات، هذا ليس إلا عملنا شعب إريتريا. والشعب إريتريا شعب مسالم، شعب يحترم الشعوب، وشعب تجراي أقرب الشعوب الأثيوبية قلنا كإريتريين. شعبنا تجراي تجارناته في مرحلة الكفاح المسلح، التجراي سلبا وإيجابا كانوا موجودين معنا في قضيتنا، والناس كانوا يؤمنوا بالقضية الإريترية. وملا الزيناوي أساس أنه يفهم الأمهرة اللي هم أعداء الشعب الإريتري، وما زالت الأمهرة تحلم بأنه عشان يلتفوا على الاستقلال الإريتري. ملا الزيناوي ألف كتاب عشان قال أفهمهم أن إريتريا ليست جزء من أثيوبيا. فهمت الكلام؟ يبقى أن احنا له كل معلوماتنا وكل حقائق اللي نقصنا. جماعة مخابراتنا أفرقنا يعني عمل فيديوهين في فيسبوك، ونحن نجي إسقاط وأسريهن سعي وهم برضو شركاء دول الأولاد اللي بيصدقوا أوهام زي دي واللي بيمشوا وراء الجماعة دول، وهم جماعات كل يوم راكبين في غصن جديد. هؤلاء برضو لهم يعني يتحملوا المسؤولية، لأنه دي مشاريع وهمية لا وجود خلقها سياس بحيث يخترق بها الجبهة بتاع تجراي. وحسب المناسبة كمان يخجلوني بيلو جايبين كده مقطع بتاعت هنا ناشرها واحد أنا مش عارف اسمه، ناشرها قال يعني ما قدرت أحفظ الاسم بتاعه. ناشرها قال السودان يمنح لأغازيان سات لبث إذاعي لمدة 6 ساعات يوميا موجهة للداخل الإريتري. السؤال دول تجراي تجريني ديلاك التجراي السودان، طيب على أي أساس بيستضيفوا مثلا ويسمحوا لبرنامج تجراي تجريني عشان ينطلق من الخرطوم؟ شوف هذا الغباء، غباء سياسي، غباء اجتماعي ذاته، وغباء سياسي، وغباء فطري. الكلام وإنما هي زي ما تقول استغباء. السياسة في ورقي يستغبى هؤلاء الناس، كل يوم يرمي لهم حاجة اللي هي يعني شفت الأسد الثورة الأسباني تعمل له خرقة حمراء يمشي وراها. فهمتني؟ حاجات دي بلا تعلقوا يعني حاجات كده نتبطوا كده بلا الحسوا كده يعني بلا الحسوا إلا جماعات. طيب إلهم الأذى سيادة وطنية واللي يتاخذ بهاللو إن الله لا يستحي من الحق. هؤلاء من زمان لو أنت رجعت كل شخصية
تمسك على حدة. مثلا من هو آدم حاج موسى؟ من حقك زول موجود في الساحة العامة كويس وفي الشأن العام من حقك تبحث عن خلفية آدم حاج موسى كويس وتعرف من أصدقاء آدم حاج موسى، مع من يلتقي، ماذا يفعل كويس، بماذا يتحدث، لماذا. فبالتالي لازم تعرف من آدم قلت أمر بك. وبالتالي انطلاقا من إلا موقف اللي من أجل سيادة وطنية دبيلو كويس. في اطلعوا في وسائل التواصل الاجتماعي وأنه والله نحن واقفين مع السياسة أفورقي ولا الجيش الإريتري. هذا الجيش الإريتري هو عبارة عن تلاميذنا مدارسهم من مدارسهم اللي نسوا أجنيد من سنة 1994 لحد هذا اليوم، حكاية بتاعت كم 30 سنة عاملين فهمت الكلام، قريب ل 30 سنة. ولا قدايم منهم كمان كانت ملالة لا قدايم ذاته حين السعاية لبتهم بعد كده الجنود الشرفاء الأوفياء، الجنود الشرفاء الأوفياء أبطال التحرير. السياسة أفورقي انتهى منهم، الجرحى انتهى منهم في ماي حبار ونفاسيت، واللي كانوا أحياء اللي مات بأمراض مزمنة، اللي ضربته عربية، اللي مش عارف لك مات بالإيدز. وبهذه الأوهام وهذه الأكاذيب كل المناضلين الشرفاء انتهى منهم تماما، والموجودين مساكين لكبر السن وللأمراض والمعيشة السيئة وكذا. فبالتالي جندهم إجباري، جندهم إجباري. نعم وحدات اللي كنا اللي جات ملالستي اللي بقولهم سامي امام تملالستي كل 3 شهور كم مصي ما هيتنا سرس ورح النسي وبيتك تقبل كل غالبيه لديش تعالى. ايوه تسكولا على انتهيا من على لان لبلد انبل جيش انبل مؤسسات عسكريه انبل كله انتهي من على انتوا يا الجيش انتهى منه تمام. الجيش الشعبي الحريري بالنسبه لي هلاني. ايوه الجيش الشعبي ابطال التحرير مش موجودين على فكره، تم إبعادهم من أول يوم كويس، وتم إبعاد القيادات من أول يوم. فهمت الكلام؟ وأن المجموعة الموجودة مع سياسة أفورقي كل الشعب الإريتري بيعرف من يمانة قبراب، من هو يمانة قبر مسقل، من هو حقوس قبر هوت اللي هو حقوس كشا، من هو سمعون قبر دنجل، من هو ودكاسة أبرهكاسة. وبالتالي وكل الناس الموجودة حسن هو ده مثلك في حكاية الناس الإريتري ما عارفين. الأجهزة الأمنية والقوات الوحدات الخاصة المعنية بحراسة السياسة يسموها الوحدة 84 دول بالمناسبة في إريتريا الجيش الأثيوبي كان حكاية بتاعت 120,000 جندي في إريتريا كويس. هذا الجيش جيش الدرج كان جاب عوائله كويس، وأنه إريتريا كانت بالذات مدن كرن مصوع أسمرة مندفرة محره، المناطق دي كانت خلفية لدفاعات الجيش الأثيوبي، وبالتالي كان عامل فيها بين كل بارين وبارين بار كويس. وجايبين زي ما تقول بيعات هوا من أثيوبيا، وأنه البلد كانت مليانة كده فيها. أنت لو كنت تعرف طبعا نشأنا في إيريتريا يعني وكنا في المدن وكنا بنشوف الموضوع ده. بعد التحرير كل عسكري أثيوبي كان عنده عائلة وجايب من 1 إلى 5 ولد يعني كويس. هؤلاء ما تم ترحيلهم يعني يرحلوهم يقيسون عدهم فهمكني. وبالتالي دي بريتيا ترفوا وقام جيل من هؤلاء الآن مسؤولين الأمن كويس وحراسة السياسة من هؤلاء الناس، ناس لا ينتموا إلى الشعب الإريتري تماما، لا ينتموا إليه اجتماعيا ولا ينتموا إليه ثقافيا، وإنما تم تواجدهم في مرحلة معينة. إلهم تم أذيه لقدام سجنه ولا قدام قتله وكذا. ما في إريتري ابن مجتمع إريتري فهمتني، سواء كان مسيحي أو كان مسلم يمشي يقتل له مواطن إريتري أخوه. زمن بقل تولد دي تولد زمان انتهى. أيوة. انتهى بوعي الثورة. الآن
هذه مجموعة جديدة. فأفورقي لما يعمل الكلام ده هو يرمي لأنه دار يفكك المنطقة بتاعت أثيوبيا ويفكك منطقة شرق السودان، فهمتني؟ وأنه تغييب الرأس بتاع تجراي، رأس تجراي اللي هم الجبهة الشعبية تحرير تجراي يعني، كويس؟ وأنه الناس دي كانوا عاملين انتخابات ومجموعة منتخبة من قبل شعبهم يعني، فهمت الكلام؟ هذه المجموعة المنتخبة بالتأكيد لأن الانتخابات كانت مشهودة، كانوا فيها مراقبين دوليين حضروا. انتخابات نهاية تجراي نهاية تجراي، وبالتالي الجبهة الشعبية تحرير تجراي هو الممثل الشرعي لشعب تجراي يعني. فهم شعب تجراي جبهة الشعب ويانا عندنا اللي شعب اللي اثيوبيا بعد الكلام اللي حدث في اثيوبيا لن تكون دولة موحدة، لأنه الأورمو الآن مسلحين كويس ضد النظام بتاع أبي أحمد، بني شنغول مسلحين ضد النظام بتاع أبي أحمد، الصوماليين عندهم رأي، العفريين يعني شاركوا في الحرب دي بضغط ولكن برضه عندهم رأي يعني. احنا مش عاوزين نتكلم نيابة عنهم، لكن اثيوبيا لن تكون اثيوبيا ما قبل الحرب على اقليم تجراي، فهمت الكلام؟ وبالتالي افورقي عنده نية بعد ما الدول دي تتفكك داير يبني دولة الأجازيان يضم اقليم تجراي ودلتا قاش ودلتا طوكر عشان ينزل فيها، لأنه المنطقة دي جافة، واللي شعب اللي 6 مليون عندنا ايام كينج اللي اطحهم داير يعمل لنا دولة دين واحد ولغة واحدة بالمناسبة، ده الهدف. تمام أستاذ علي، فهمت الكلام؟ نعم أيوة. وده الهدف بتاعه، عشان كده كل الشغل بتاعت الأجازيان ده حقه. جميل. نحن نصل الواقع كل عامة لقناعتنا كرسم كهجنا وكل فهمك ومن خلفيتنا إلى مشكلة الله عند استبديك شوية كده يقول لك فعل كده شوية 11 دقائق تعرفاتنا اللي مجني ده شوية سؤال حكي يكون اللي قلت سألك كاتو منو دي بس سيكفال قنيتيتو إن ده وسعنا الموضوع بعدي بقنت هاجي دي بس صفحة كان لا حسكو إنك أنت يعني موضوع لا حسكو أو موضوع قرأ دي بس صفحة كموضوع شوية كده بضمير يعني يمكن موضوع ضمير موضوع إنساني تو صورتنا يسبحتنا جا ثبوت إن ده هلا واللي يقول ليكو طبعا سبحتنا جا يعني كنا ثبوت إن ده هلا الموضوع اللي بعد كمان زيادة قنت هاجي دي بوت لكن لقدام سبحتنا جا اللي منادل إن ده تصبت كصور دي بنتو يوم قلبوا يعني الله ذكرتنا أيام صدام حسين برضو من أمريكان دسبت أبوه ونفس يعني عملتنا مهزلتها العالم. ففي نفس الوقت الأيام اللي هي دي بصدام حسين بقول على قدام قائد تندبيلو دي بقول سبحتنا جهي لا يعني شماتة كده لرو علو عشان الناس النقب اللي بالعلو فشوية الازدواجتنا معايير بديبة قبل مثلك طبعا وفيها فبركات كمان يعني كويس فيها فبركات وأكاذيب بديبة. أولا إنسان منادل لما يتأثر في الميدان ده شيء طبيعي كويس، لأنه اللي بيخرج في الميدان يا إما حينال الشهادة حيكون شهيد، يا إما حيكون أسير، يا إما حيخرج يعني ممكن تجربة يعني يهزم ويطلع من الساحة. فهمت الكلام؟ فدائما ظروف المعركة دي انت ما تقدر تتحكم فيها وما تمشي برضو بنية آخرين. فسبحة نقا طبعا رجل كبير في السن معروف أفنى عمره في خدمة شعبه يعني كويس، وبغض النظر عن العدائيات الموجودة انت كعامل إنساني سبحة نقا عمره كله من شبابه أسس لثورة الشعب تجراي ونادل من أجل شعبه، ووصل إلى أنه شعب تجراي رغم أنه هو أقلية عرقية في أثيوبيا استطاع أن يحكم أثيوبيا 27 سنة كويس. فبالتالي سبحة نقا يعتبر بطل قومي لشعب تجراي، ولذلك أنا لما شفته يعني في كلوت الأسرامر على كلوت أبطوه من دقيس بالعكس هو أنا شفت الصورة يعني، والصورة دي أنت لما تقراها يعني دي صورة ناطقة يعني أنا كلمتني الصورة مش أنا اللي قلت كده.
فلما شفت رجل ممسوك بيدينه لكن راسه مرفوع كويس ويمشي بخطة ثابتة، فاللي أنا كتبت قلت أسد تجراي يمشي منتصبا بين آثريه كويس، وده أنا شرحت الصورة يعني، فهمت كيف؟ فلذلك يعني شيء طبيعي في كذا، ونحن برضو إذا نزلنا الميدان برضو نفس الكلام حنتعرض له، وياما الثورة اللي فيها تعرضت مثلا بيرك يعني كويس، كان من رفاق عواتي وتم القبض عليه وعدموه في بارود، فهمت الكلام؟ نعم. وكثير من المناضلين يعني تم أسرهم، مثلا هيل درع تم أسره كويس وخرج بعد ذاك في العملية المعروفة من سجن سنبل سنة 75. ولذلك عملية الأسر في المعركة، لكن الشيء المؤسف اللي عملوه اللي هم الشيبيين ده عملية إذلال كويس، عملية إهانة باعتبار هو رمز لشعب تجراي، عملية إهانة. بعدين بالمناسبة الحتة الكهف اللي بعت من اللي أفقرناه ذات لبعت من ريم، صورة من ريم قدام بطر ومش عارف ليك ابدلوا حاجات لأفقر وكده، يعني أنت ذات منطقيا الدكتورية ليش الصورة ما جابوها من قريب؟ هذا الرجل تم القبض عليه وهو ينتقل من مكان لمكان، لأنه تجراي 4 جبهات فتح الديبو، جبهة من الجنوب وجبهة من إريتريا، يعني بمحورين من إريتريا، وبمحور شرقي شرق تجراي كويس، ومحور غربي اللي هي مناطق دانشا والحمرة والمناطق دي، باعتبار أنه نزلوا الإقليم في الوسط يعني كويس. في طبيعته قيادة لا تنظيم يتقسموا بينهم المهام، وعلى حسب المعلومات وأظنها صحيحة إلا قيادة إلا كان حسنقع على مسلا من أكان دي بأكان الجيش كمين قدوا يقولون يعني، فهمتني؟ أيوة. والعملية دي بالمناسبة ما قبضوهم الاستخبارات الأثيوبية، ده شغل بتاعت الاستخبارات أفوركي يعني كويس، لأنه الآن إقليم تجراي بالكامل تديروا استخبارات سياسة أفوركي بالكامل. فلذلك دي عملية إذلال لشعب تجراي هي، ودي برضو بالعكس لأنه عملية تحريضية، لأن شباب تجراي هذا رمزهم يعني، الناس اللي بطلومت يعني، فهمت كيف؟ وبالتالي الكفاح والنضال في تجراي مش حينتهي. أبي أحمد كان داري يسجل موقف، داري يخش مقلة ويقول والله أنا دخلت مقلة، لكن شعب تجراي مش هو معني بهذا الكلام، ولكن شعب تجراي أن هو يقود الآن معركة وجود، يكون أو لا يكون، وأنا متأكد وما زالت المعارك مستمرة، وأن أبناء تجراي قاعدين يدافعوا عن سيادتهم، قاعدين يدافعوا عن وجودهم كبشر في إقليم تجراي. جميل، شكرا أستاذ آدم لك على كفال دي بالله خلو سامي لنا دي بقى سالسة كفالة سكنة رأيه دحن لحبوكم.
فرحت لي الهرش انت ما تقول كل بورها فلي صباح اللو معقد وراك كني تاني كهيري عسيرو تقاحة كنت بارو ماحة لا حيرة رهقاحة نكيان ومن قد سبينا قدينا هايشين شنا نقلة التاج لا بشنا يا أكمرنا كلحن سنا جبا رمايا وقاسيتا وكان قاتمتني سنا تكمرك كلي يهربا أرحيبي مهد كلي تنرهدي عجبا فرحت لي الهرش انت ما تقول كل بورها فلي صباح اللو معقد وراك كني تاني كهيري هاتي برك حاحة ربورة الراحة إيميل ميرقاحة حيثما تنسيتنا يوم برنامجنا قلنا أتمم أخبار إقلت قمقلكم وكيل منظمة مجلس قران معسكرات أدحريش وما عيني لهلو إرترين لاجين كم باتحتا مرام وقول أوك مفوضية لاجين منظمة مجلس قران يونايت HCR إثيوبيا ومدير وكيل لاجئين وعائدين إثيوبيا سيد تسفهون قبزاي عند التلام اتمعساكر كم باتها أهدافنا إلى جولته مطالب وضحان إرترين لاجين إقل آمرات وأكدوتكم تو من وكالة أخبار إثيوبيا لتركبت حبر أفهماتهم يونايت HCR موقع نشر التقرير مثل التقراي لا قرح حرب إبا للثابات حالة لاجين إقل لدلوكم سمحا لهم واتمعسكر أدحريش لا هلو إرترين لاجين إبا قبت لهم زيارة سيدكم ودو التقرير منظمة مجلس قران شرح اللام اللي كنات انتو وقت لا زيارة مرحوتكم علاتو تأمرا عسروتات على فرترين لاجئين نبروتو لعلو معساكر التقراي من أهدافنا إلى حرب كم علاتو للتهدقم أرترين لاجئين التقراي منظمة مجلس قران شاف قطراتي تقل تقبأ لهم لتطلب من معلام إثيوبيا أقل طلب إن تمشيش منه تان حتى حكومة إثيوبيا زي التمعسكر رادئيت أقل تتوزعكم تو من ما حبرت أرترين لاجين لكن السكر لا بسبت لا حرب بقوش شابتهم كمليت تتهدق هلام
حيسام التنسيت كرن سأيوب لاقي اليوم الدوليوم ولعلنا برنامج نادي باللي تمم هلا متابعتكم ومشاركتكم دي بنسئة جمعة حاريت إن شاء الله بعد برنامج إقلنا متركمتو أسكو دحنا اسمنو